شكرا معالي الوزير. شكرا معالي الوزير. نطرح بعض من الأسئلة فيما يخص التنقيب الأهلي، هي وفيما يخص الشباك وفيما يخص زيارة المنتخبون. نختار نقول عن التنقيب الأهلي أنه نشاط معتبر، وتم من خلاله خلق ثروة كبيرة بالنسبة للوطن، وكذلك إنشاء فرص عمل معتبرة على المستوى. وتم إنشاء شركة معادن من أجل تأطيره والتنسيق بينه وحماية المنقبين بصفة عامة. وفي هذا الإطار كان لازم شيئا فشيئا يمشي حد من نشاط غير مصنف، شيئا فشيئا يتم تصنيفه. وفي هذا الإطار بدأ الشباك الموحد بهذه الشرائك اللي ينقال لهم فئة اف، اللي هي اللي تعمل سيانية، وتم إنشاء شباك موحد لها، وتمت إجراءات معلنة واتفاقيات فيما يخص تسويق الذهب اللي ناتج عن هذه كاتيجوري اف. المرحلة الثانية كانت إعادة تصنيف ولا تنظيم شيئا ما للتنقيب الأهلي اللي ما هو عن الصنف اف هذا. وكيف تعرفوا عن عدم التحكم في مسار الذهب، انه عنده انعكاسات سلبيه سواء كانت اقتصاديه او امنيه. ولا تنسوا ان في الشهر الماضي ان تم ضبط 10 كيلوات على مستوى فرقه الشقيق، وتم ضبط اللي 5، وتم سابق 20 كيلو على مستوى حدودنا مع مالي. وبالتالي كان من اللازم ضبط هذا المسار اللي تم من خلاله بيع وتصدير الذهب الموريتاني اللي ناتج عن التنقيب الأهلي. هذا واحد من الأهداف. الهدف الآخر مولي كان علن لا بد من الحوزة الجغرافية مولي تعود معروفة، اللي تم فيها معالجة الذهب لما لذلك من انعكاسات بيئية على وفي هذا الإطار هو اللي يندرج هذا الشباك الموحد. ونرى أن من الطبيعي أن فم واحدين يقدروا ما هم موافقهم به، اللي احنا دائما نختاروا شيء منظم حتى قبال باهو قال علينا خاصة عدو في ذاك المجال اللي هو. وبالتالي نرى أنه رواية مهمة، وأنه تقدم ملحوظ، وأنه سيساعد في دمج هذا النشاط المهم واللي أساسي في الدورة الاقتصادية الوطنية، وكذلك كثر من أمنه وأمانه. فيما يخص المنتخبون الجاو، فعلا جاوا فهم منتخبون ولا امتنعوا من الزيارة يا غير حق. انهم كانوا يدوروا يعدلوا مهرجان حسب المعلومات اللي عندنا، وذاك المهرجان طلبوا منهم السلطات الأمنية محليا انهم يعطوهم بعض اذن للمهرجان اللي هو، ولا كان عندهم. والمكان كيف ما تعرفوا ما هو ملائم للمهرجانات، وما عندهم قبال اللي هو